فؤاد المهندس أستاذ الكوميديا وأسرار نجم الزمن الجميل اللي ضحك أجيال. ورا كل ضحكة من دول كان في فنان عبقري اسمه فؤاد المهندس، مش بس ضحكنا، ده علم أجيال يعني إيه فن محترم وكوميديا بجد. تعالوا نعرف الحكاية من أولها لحد ما بقى أستاذ الكوميديا. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. اتولد فؤاد زكي المهندس سنة 1924 في حي العباسية. كان والده أستاذ لغة عربية، يعني اتربى في بيت بيحب الثقافة. دخل كلية التجارة وهناك انضم لفريق التمثيل، وكان أول خطوة حقيقية ناحية الفن. بعد الكلية التحق بالإذاعة، ومن هناك بدأت تتعرف الناس على صوته لحد ما اشتغل مع فرقة نجيب الريحاني، وبدأت نجوميته تطلع في المسرح والسينما. فؤاد المهندس قدم أكتر من 70 فيلم سينمائي وعدد ضخم من المسرحيات زي سك على بناتك، إنها حقا عائلة محترمة، سيدتي الجميلة، أنا فين وانت فين، ومراتي مجنونة مجنونة. وكان من أوائل النجوم اللي جمعوا بين المسرح والسينما والإذاعة وكمان التلفزيون. افتكر بس برنامجه الشهير كلمتين وبس، اللي كان بيقدم فيه نقد ساخر وراقي وكان مؤثر جدا. حب فؤاد المهندس لشويكار كان من أشهر قصص الحب في الوسط الفني. اتجوزها على المسرح وكانوا دايما مع بعض على الخشبة والكاميرا. رغم انفصالهم فضلت العلاقة الإنسانية والاحترام بينهم لحد آخر يوم. كان دايما بيلبس بدل شيك، وده كان انعكاس لاحترامه للفن والجمهور. كان دايما بيقول الفنان لازم يحترم نفسه عشان الناس تحترمه. رغم كل النجاح فؤاد المهندس كان بيعاني في نهاية حياته من اكتئاب بسبب الوحدة، خصوصا بعد وفاة بعض المقربين منه، لكنه فضل يشتغل ويضحك الناس لحد آخر لحظة. فؤاد المهندس فاز بعدد كبير من الجوائز والتكريمات، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1984، وكمان تم تكريمه في مهرجانات عديدة زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وفي 2004 حصل على جائزة الإبداع المسرحي، وكان دايما يقول الجمهور هو الجائزة الحقيقية. رغم إنه كان نجم كبير إلا إن فؤاد المهندس ما اهتمش بجمع الثروة، كان بيهتم بالعمل والمحتوى، وكان بيعيش حياة بسيطة جدا، ومعروف بكرمه الشديد مع زمايله في الوسط الفني. دي كانت حكاية أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، الراجل اللي خلى الضحكة ليها طعم مختلف، واللي علمنا إن الفن مش بس موهبة، ده أخلاق وقيمة عالية جدا. إيه أكتر مشهد أو جملة فكرتك بيه؟ شاركنا في الكومنتس، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الفن الجميل. أشوفكم الحلقة الجاية.